قفص سويت له هاي الباب وحيدة، وهذا القفص سويت له هاي الباب. هاي الدجاجة وينها؟ البارحة شردت واركض وراها بالشارع. يابا ايش قد وقحة. خليتها هسه هي وديك البالوني هنا، لان هي قاطعة، اعتقد اسبوع اسبوعين يلا ترجع تبيض، فراح تحتاج ديك، فخلينا يمها هذا الديك البالوني. اما هذا الوكح وابو المشاكل هذا خليته حبس انفرادي. تدرون شو مسوي؟ الدجاجة البالوني مال هذا الديك، الدجاجة السوداء ماكل دماغها، محفرها تحفر، منقرها تنقر خطية وموتها. فهسه خليته هنا حبس انفرادي، بعد ما يطلع ما يشوف شمس لأن مو آدمي، مخرب. بدل المي. هن النثاية اعتقد بعدهن ما شادات. هذا فحل وعندي فحل هناك ثاني، فلهذا السبب هذني بعدهن مخاليف، لهذا السبب بيض ماكو. ذاك الفحل الكبير وهذوله ولده، فجاي يقتلهم كلهم. هسه ازلت الفحل الكبير وقندني اثنين، وهذا الفحل، وهاي الفسيفسة المريضة اللي لحد الآن لا هي الميتة ولا هي اللي صايرة زينة. هذا الديك السلكي وهذا الديك الثاني. لو راح ابيع واحد من عندن، لو راح اشتري لهن دجاجات. هاي الدجاجة الهراتية جاية الشمس. هذا يمان. هذين المعالف مال الطيور انا مسويهن عندي قديمات، راح انظفهن واخليهن يتعقمن بالشمس يوميا بالليل او العصرية. يوميا العصرية اعطي وجبة للطيور ساعة ساعتين، واشيل الاكل ما اخليه جواهن. هسه بدلت لهن المي، راح انظف القاعية. بسم الله ما شاء الله. يوميا اعطيهن وجبة ساعة ساعتين، واجي اشيل الاكل ما اخلي اكل جواهن، ويوميا ابدل المي مالتهن، لاني صراحة تعبت عليهن. اعطيتهن علاجات مثل ما شفتوا بحلقة ذاك الاسبوع، وعندي بعد علاج الهن بس مو هسه، لما يبيضن ويقومن يزقن اعطيهن العلاج اللي هو رقم 1 ورقم 2 على مود يزقن. الفرخ اللي يطلع شوية بيه صحة ونشاط، وهذا العلاج امين بيه كالسيوم، شوية يطلع الفرخ ناصح. هسه لهنا انا بعد ما عندي اي شيء وياهن، جاي اعطيهن اكل ومي طبيعي. موعد العشاء ساعة ساعتين، وراح اشيل هذا الاكل صحيا. لازم ما يبقى اكل جواهم، ويوميا وجبة واحدة لان الطيور ما تطير.
كلها واقفة يم المعالف منتظرة الأكل. هذني أرافل، هذني أرافل، هذني هنداويات، كبرليات، هذني زواجي بسم الله ما شاء الله بيضا. وهذا اللي بس يصيح ويعيط، هذني أرافل. وغطيتهن بس غطيتهن عشاء، وغطيتهن طلعته هنا شوية على مود الشمس، لأن كان جوا هناك صارت ريحة وأكثرية الطيور تمرضت وماتت لأن الشمس ماكو أو يجوز غير سبب. بس المهم هذا طلعته هنا على مود الشمس، بس الوضعية تمام والأمور طيبة والحمد لله. البارحة واحدة من الدجاجات مالصة الصوندة مال الطوافة ومفرغة التانكي كليته. البارحة ترسته وطلعتها، هي هاي الدجاجة البيضة الهراتية وقحة، فطلعتها خليتها هناك يم الديش، لأن هي أصلا طلعت هي اللي جاي تبيض مو البراهمة. فيما يخص ذني العلاجات الأخيرة إذا تتذكرون بديش الحلقة، هذا الكورس الأخير، العلاج رقم 1 والعلاج رقم 2 لمدة 5 أيام، سيسي منا وسيسي منا بلتر مي. عجلت هذا العلاج ما اعطيته للطيور إلى أن يبيضن ويفكسن البيضات. لما يبدأ يزقن أعطي هذا العلاج للأمايات على مود الدواء ينتقل من الأمايات للأفراخ، والأفراخ تطلع بصحة جيدة، لأن هذا بكالسيوم ومقويات راح تنتقل من الأم والأب للأفراخ. فهذا اللي شفتوه بالحلقة السابقة عجلته ما انطيته للطيور، راح أعطيه ورا ما يبيضن ويفكسن إن شاء الله. الفحلة اثنيناتن الأب والابن كانن يتعاركن، وهذني النثاية بعدهن صغار بالعمر ما مستحقات تزاوج، فلهذا ماكو بيض. هذا اللي لما جبتهن هنا يمي بالبيت من خلال مراقبتهن ومتابعتهن واكتشفت هذا الشيء، انه ذني الاثنين بعدهن صغار على وجه مبياض. هاي همينة مريضة، البارحة ماتت وحدة، بقت هاي وهاي، فلهذا بيض ماكو، لان هذني النثاية اثنيناتهن بعدهن صغار وما طالبات تزاوج. هاي شغلة ثانية اللي حبيت انوه عليها، مثل ما شفتوا هذا العلاج اللي اشتريته للفسيفسات بديك الحلقة، هذا اللي الحلال الدجاج او الفسيفس اللي ما يبيض. الخطأ اللي خطأته اني انه خبطت هاي الكمية اذن العلبتين وخبطت هذا الدواء ب5 كيلوات. اليوم اني عندي دجاجات وفسيفسات اعطيهن باليوم كيلو، اخبط كيلو، اخذ من هنا قبقين ومن هنا قبقين ومن هنا خاشوقة مال اكل، العفو خاشوقة مال اكل بقبقين اخبط كيلو. هذا الكيلو راح احطه هنا للدجاجات، واحطه بهذا القفص، واحطه بهذا القفص، واحطه هنا، واحط لهم برا حسب الحاجة. اليوم انا ايش قد احتاج يوميا اخبط كيلو. العدد اللي عندي مال الدجاجات والفسيفسات ياكلن يوميا كيلو، أنا المفروض أخبط كيلو. ليش؟ لأن هذا الدواء يبس بالمخبوط على الأكل، يبس أو مثل ما نقول تروح المونة والمفعول مالته، فكل يوم بيومه تخبط لك يوميا كيلو، وتحط من هذا العلاج يوميا تخبط على مقدار الكمية اللي انت تحتاجه. لا تغلط نفس الغلط مالتي او تخبط كمية. يعني انا خبطت بهذا السطل 5 كيلوات يوميا، انطي شوية يوميا انطي شوية، حتى ثاني يوم لما اجيت لقيته يابس عبالك مثل الاكل اللي منقع. فلا توقعون بهذا الخطأ. مشكلتي بالنثاية، اعتقد يراد لي
نثاية كبار شادات قبل لما اجيبن قبل يتزاوجن ويا هذا او يتزاوجن ويا هذا. هاي المشكلة مال الفسيفسات اصلا لا مريضات ولا يعانن من مشكلة ولا محتاجات نقص كالسيوم او اي دواء مال بيض. هنا العائلة السعيدة والفقيرة. حتى هذا الديك يعوعي بانتظام وباحترام وبأوقات، مو مثل ذنيك السلكيات 24 ساعة بس صياح وعياط بس يعوعي. هذا الدجاجتين براهمة، وهذا الديك السوسكس، وهذيك الدجاجة البيضة الهراتية بسم الله ما شاء الله اللي هي جاي تبيض. شوف سبحان الله شي عكس شي. هذني البراهمة مات الديك مالتهن، هذا السوسكس الدجاجات ملاته ماتن، هذيك الهراتية الديش مالتها اللدى غمات. طبعا أنا كلن ماتن بالحقل، الديك البراهمة اللدى غمات بالحقل، السوسكس ماتن بالحقل، والهراتي همينة مات بالحقل. كلن أنا مصورهن ومنزلهن على القناة بحلقات سابقة. الحمد لله والشكر على كل حال. هسه استلهن قلوب مؤقت، خاف بالليل احتاجه اطبلهن هاي شيشياتين، وخلتلهن هذا الخشبة وهاي الخشبة لان متعلمات ينامن على علو. اطفال تعتبر نفسك جاي تتعامل ويا اطفال بسم الله ما شاء الله. هذا يوميا لازم يتبدل المي، الاكل مخلصات. أنا والله نظفت حتى القاع مالتهم منظفة بس ما شاء الله. هاي الوجبة بدون لقاح، ما لقحتهن، بيهن الهراتي وبيهن السوسكس وبيهن مال العرب، لأنه تعرفون أنا ديك السوسكس ودجاجات براهمة ودجاجات هراتي ودجاجات مال العرب مضربات شي على شي. هنا أنا عندي هاي الوجبة هاي تلقحت، هاي الوجبة هسه صفن من عندها 9 بس سبحان الله كان وصل من 30 واحد بس هسه سبحان الله بقن 9. حطيت لهم أكل بس هسه راح ابدل المي لان شوفوا المنظر، والقاعية همينة كذلك. القلوب صلحته، سويت الهولدر وبدلت القلوب لانه وينهن هذا القلوب وهذا الهولدر مايع. هذا هسه ما احتاجن، ما عندي بين شي. هاي الخانة شغلتها، قلت على مود شوية دفو للكتاكيت. هاي الوجبة لقحتها أنا، أعطيت اللقاحات وعلاجات كورس كامل. عملية إنقاذ كتكوت عصت رجله. زين انا موجود وقصت رجله كان مردنا ومات. هاي الشبكة مخرج الطوارئ لان القفص بعيد. شوية ديتول وتعقيم، رش المنطقة. هسه شبعان، هذا الأكل اللي ظل جواهن شلته طلعته، نظفت القفص، وخرت المي. هسه شوية
تعقيم وديتول. أعقم المكان بعد التنظيف، أحط لهن المي وأعوفن منه الباكر. العصرية الغروب أجي أعشيهن. هسه الطيور كلها صعدت فوق شبعانة ومرتاحة والحمد لله، الأمور طيبة.